السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طمنوني كده صوت والصورة ايه؟ استنى بس شوية نطمن الصوت والصورة وبعدين نبتدي على طول ان شاء الله. خليني اجرب انا. صباح النور يا اسماء، طمنيني الصوت والصورة تمام ولا في اي تعديلات محتاجة اعملها؟ الصوت واطي؟ طب كده ثانية واحدة. طيب تمام الحمد لله، الصوت والصورة تمام. حاولت اركب المايك بس معرفش مظبطش ليه. طيب خلينا نبتدي وقولولي كده الصوت اخباره ايه عشان نكمل على هذا الاساس ان شاء الله. معلش على هذا الستاند عشان بس بحاول اركب المايك. مش راضي يركب. خلاص ان شاء الله هنكمل كده وهيبقى تمام وانا هظبط صوتي ان شاء الله. طيب انا بس حاطه اللابتوب قدامي عشان لو في اي حد كاتب حاجه او كده عشان انا بتشتت، فشلت التعليقات من قدامي. طيب صباح الخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والنهارده هنتكلم في ايه؟ هنتكلم على امتحانات بأقل ضغوط. مش هوعدكم انه مفيش ضغوط، هيبقى في ضغوط بس بأقل ضغوط ان شاء الله هنقدر نتعامل معاها يعني وكده. الفكرة ان احنا بس مش هنتكلم في اي حاجة تخص المذاكرة، يعني مش هتلاقوني بديكوا خطوات عملية ازاي نساعد ولادنا يذاكروا والكلام ده، مش هتلاقوا القصة دي. عشان كده بس حبيت اظبط التوقعات وعشان كده كتبت كده في الاعلان يعني. علشان احنا كنا عملنا قبل كده لايف، فاللي عايزه ان شاء الله يبقى يقول لنا. انا ونسمة كنا بنتكلم على المذاكرة وكنا بنتكلم على ازاي تساعدي ابنك في المذاكرة وكده، فمش عايزة اتطرق للنقطة دي تاني. يعني بالاضافة لان انا دايما شايفة انه نعلم الولاد مهارات تساعدهم في المذاكرة مش نساعدهم احنا في المذاكرة. فدي وجهة نظري اللي انا بتبناها ولغاية دلوقتي بتبناها ومبسوطة بيها حتى الآن يعني. طيب فهنعمل ايه النهاردة؟ هنتكلم على ازاي ندعم نفسنا وهندعم ولادنا ازاي وسط الامتحانات، وكمان ايه ادوارنا. يعني مهم قوي نعرف ايه ادوارنا وسط الامتحان، ايه الحاجة اللي مطلوبة مننا وايه الحاجة اللي مش مطلوبة مننا. احيانا بنعملها كنوع من انواع التطوع وهي مش مطلوبة مننا فبنضغط على نفسنا فبنبقى مضغوطين وهي مش مطلوبة مننا اصلا. فدي برضو حاجة من الحاجات المهمة اللي محتاجين ناخد بالنا منها. فاول حاجه كده محتاجاكوا تعملوها، محتاجاكوا تقولولي لو الامتحانات شخص او شخصيه معينه يعني في حياتكوا ليها مواصفات معينه توصفيها بايه. فلو الامتحانات بالنسبه لي شخص ممكن اوصفه بانه الست الحشريه اللي بتدخل يعني تتطفل علينا ونبقى مضطرين نستحملها. فده بالنسبه لي الامتحانات. فقولولي انتوا بالنسبه لكم الامتحانات ايه؟ لو الامتحانات شخصيه هتكون ايه؟ ممكن شخصية يعني معينة في الحقيقة، مثلا حاجة في فيلم مثلا أو في مسلسل أو حاجة. ممكن تكون شخصية كرتونية يعني حسب انتوا حابينها ايه.
فلو الامتحانات شخصية هتكون ايه الشخصية دي؟ بس مش باين عندي ان انتوا بتكتبوا، فمش عارفة، احنا النهاردة هنبقى متفاعلين اكتر، فهبقى حباكوا تكتبولي كده من وقت تاني. ضيف شوية وماشي تمام، حلوة اوي يا اسماء. طيب نستنى حد تاني يكتب وبعدين ننطلق للحاجة اللي بعد كده. شكرا يا اسماء انتي بتشاركيني. شكرا يا رضوى كمان. رضوى واسماء يعني هما اللي بيكتبوا في اللايف، فما حسب الونس يعني وهما موجودين. تمام. طيب خلينا ننطلق على النقطة اللي بعدها. تمام، فأول حاجة احنا عملناها بس تعرفنا على شخصية الامتحانات بالنسبة لنا هي ايه. آم، طيب النقطة اللي بعدها بقى محتاجة منك تقوليلي 3 جمل آم، يعني بتحسي انها بتعبر عن الامتحانات. يعني بمعنى مثلا ممكن حد يقول انا بحس ان الامتحانات دي اختبار ليا، واختبار لأمومتي مثلا. انا بحس مثلا ان الامتحانات دي مثلا زي ما اسماء قالت ضيف شوية وماشي. فلو انتي هتتكلمي ب3 جمل توصفي الامتحانات، هتبقى ايه ال3 جمل دي؟ شخصية متعبة لكن بتعرفني انا ماشية صح ولا لا. هل يا رضوى فعلا الامتحانات بتحسسنا او بتعرفنا اذا كنا ماشيين صح ولا لا؟ هل الفكرة دي حقيقية من وجهة نظرك؟ يعني قوليلي. لغاية ما رضوى تكتب لنا، خليني اقول لكم حاجة او تجربة، يعني تجربة شخصية مش ناوية احكيها بس يلا خليني احكيها. انا وانا في ثانوية عامة كنت في تانية ثانوي، كنت علمي علوم. تمام. وكنت شاطرة، يعني كان المدرسين الحمد لله بيشهدوا لي ان انا شاطرة وملتزمة وكذا. يعني مش ملتزمة قوي بصراحة، كنت لعبية شوية، بس كنت ما بقعد بركز بعرف اجيب درجات كويسة الحمد لله. فانا في الامتحانات كلها الدنيا كانت ماشيه كويس جدا. فحتى يعني بعد كده هقول لكم على درجاتي، فالامتحانات ماشيه كويس جدا. جيت قبل امتحان الاحياء، انا علمي علوم بقى، فقبل امتحان الاحياء عندنا 15 يوم وانا بقى مركزه وعامله جدول مراجعه يعني بصوا مش هقول لكم. فجيت تاني او تالت يوم في الاجازه دي اللي هي قبل امتحان الاحياء، حصل لي تعب جامد جدا. انا وانا صغيره كان بيحصل لي زي كريزة كلى كده، وكان عندي مشاكل في الكلى كبيره يعني. فالمهم دخلت المستشفى. دخلت المستشفى وقعدت تقريبا 3 أو 4 أيام مش فاكرة، بس طلعت أصلا كنت تعبانة برضو، يعني كان دور تقيل قوي وتعبت جدا جدا، يعني لدرجة انه كانوا أصلا يعني في الأول مش عارفين ده ايه. يعني هل دي كلى ولا كانوا شاكين يعني، ولا هي كانت مش فاكره كانت زايده، فكانوا مشتبهين في زايد. فيعني قعدت فتره يعني عبال ما استوعبوا، لانه الالم كان صعب جدا. فاللي حصل ان انا لما طلعت برضو ما كنتش في احسن حالاتي. المهم لما ذاكرت وكده دخلت الامتحان وحليت وكده.
وبعدين اجي بقى يوم النتيجة اشوف درجاتي بقى ناقصة، مش عارفة نص درجة في الانجليش، درجة ونص في العربي، مش عارفة بقى باقي المواد، حاجات بسيطة جدا. وعلى الأحياء أنا ناقصة 15 درجة. فاللي بيها جبت كام؟ جبت ساعتها 88%. فطبعا علمي علوم مش هيدخلوني أي حاجة. فالمهم اضطريت أحول أدبي. فأنا كان بالنسبة لي، واللي دايما يعني الفكرة اللي أنا تبنتها بقى من وقتها كانت إيه؟ ان الامتحانات لا مش يعني بحس ان هي رزق اولا، بحس انها نصيب. ما زعلتش يعني، طبعا زعلت وقتها، يعني حسيت بخيبة امل فظيعة. وبعدين ما زعلتش يعني، بعد كده الحمد لله دخلت حاجات انا بحبها وكده ويعني لو رجع بيا الزمن وعندي اختيارات هختار حاجات تانية غير الكليات اللي انا كنت ناوية ادخلها يعني انا دخلت اداب انجليش، كنت هدخل اداب علم نفس مثلا. فاللي هو انا ما زعلتش، بس مش دلوقتي مش زعلانه، بس وقتها طبعا كنت زعلانه. اللي عايزه اقوله انه احيانا بندي الامتحانات قيمه اكبر من قيمتها، وفي الاخر كل واحد بياخد رزقه يعني. طبعا بنسعى وكده، بس انا شايفه انها مش مقياس، لانه احيانا بيبقى في ناس شاطره جدا يعني. واخر حتى ثانويه عامه دي كانت ناس شاطره جدا وجابوا درجات وحشه جدا. وبالمناسبة أنا جبت في سنة تالتة بقى في أدبي، جبت تقريبا 94 أو 95%. فلما جمعنا المجموعين تقريبا جبت 90%. عشان أنا كنت التانية والتالتة كانوا بيتجمعوا مع بعض، وكنت باخد كنا بناخد يعني اسمه ايه، النتيجتين، نسيت اسمه ايه المعدل باين حاجة كده. المهم يعني انه إن اللي عايزة اقوله لك يا رضوى آه انه هي مش مقياس الوحيد ده من وجهة نظري يعني. هالة بتقول الامتحانات مش مقياس للنجاح، الامتحانات فرحة بالاحتفال بالنهاية فترة من السعي. الامتحانات مش هي نتيجة للسعي. صحيح، النتيجة مش بتاعتنا، احنا بنسعى بس النتيجة مش بتاعتنا. أسماء بتقول فترة، نهاية مرحلة، تقييم. حلو. شيماء بتقول فترة وتعدي. تمام، حلو جدا. فاحنا كده عملنا حاجتين عشان الناس اللي لسه داخله. احنا قلنا الامتحانات لو شخصيه هتوصفيها بايه، والنقطه التانية لو هتتكلمي على الامتحانات بثلاث جمل هيكونوا ايه، او يعني ثلاث معايير بالنسبه لك هيكونوا ايه. تمام. ليه بنتوتر؟ من وجهة نظركم احنا ليه بنتوتر فترة الامتحانات بشكل كبير؟ وبالمناسبة احيانا بنتوتر احنا اكتر من ولادنا، فتخيلوا احنا ليه بنتوتر من وجهة نظركم كده. فانا بتوتر عشان محتاجة اسمع منكم. بس بستنى شوية عبال ما حد يكتب، لانه مش ظاهر عندي ان حد بيكتب حاجة. طب اعمل ريفرش مثلا يظهر لي انتوا بتكتبوا حاجة ولا لأ. الاولاد بيكون عندهم لا مبالاة، فده بيوترك يا رفايدة ولا ايه؟ ده ردا على اي سؤال. انا لسه مش بتوتر حاليا، بس جايز لو اتوترت هيكون في المراحل الدراسية الفاصلة، مرحلة الاعدادية او الثانوية، عشان مستقبل. تمام. عشان الولاد غير المتحملين للمسؤولية. دي هبة. بحس ان الامتحانات دي زي آه، ايه، رجل. انا قريت صح؟ مش عارفة ايه موازي، وضغط علينا وعلى الولاد. اوكي.
عشان انا طول السنة مجهود وتعب ونزول وطلوع دروس، فكل ده وبعد كده نتيجة وحشة. اوكي. تمام. حد تاني هيكتب اي حاجة؟ اه، رجل مؤذي. اوكي. كتبتهالي بالانجلش harmful man. اوكي. ماشي ماشي. انا عمالة اقول ايه، معلش انا لسه مصحتش، معلش. دايما بقول لهم اعملوا اللي عليكم والتوفيق من عند الله. لكن برضو مفيش رد فعل ايجابي. اوكي. من وجهة نظرك مفيش اي رد فعل ايجابي ليه يا هبة؟ وايه الرد الفعل الايجابي من وجهة نظرك انت؟ عشان هالة بتقول عشان اتربينا ان النتيجة اللي هنحصل عليها لما كنا طلاب كانت قيمتنا ومدى قبول الناس لينا. حلوة قوي يا هالة، ما شاء الله. ايوه بتوتر لاني مش بحب الح انهم يذاكروا وهم عندهم لا مبالاة. انا اتعودت اذاكر لوحدي. اوكي. حلو قوي يا رفايدة. تمام. طيب فليه بنتوتر؟ يعني انتوا كتبتوا الاسباب، بس خلينا كده نتكلم تاني مع بعض. احنا ليه بنتوتر؟ ليه بنتوتر؟ عشان احيانا بحس ان دي مسؤوليتي انا. بحس ان انا لو هو جاب درجة مش كويسة، ده هيصب عندي انا هيتقال ان انا ام مش كويسة، او انا بالنسبة لهم مثلا ما عملتش اللي عليا، او انا طول الوقت بعمل معاهم حاجات وهم يعني ردا للجميل بقى المفروض يجيبوا درجة كويسة. او انا مثلا وانا صغيرة كنت بتوتر قوي، فده بيخليني ان انا عايزة الولاد ما يدخلوش في الحالة دي، او بتوتر معاهم، او بترجعلي مشاعر مش الطف حاجة، فبلاقي نفسي بضغط عليهم من غير ما اشعر. او من ناحية تانية بحس ان هو الامتحانات لازم يحصل فيها كده، لازم الامتحانات يبقى فيها توتر. مش عارفة مين اللي لازمها، بس هو الديفولت كده، ده اللي انا موجودة بيه او ده اللي بيحصل لي، فانا بنقل لهم التجربة دي من غير ما اشعر. ممكن يكونوا هم مش متوترين زيي، فالاقي نفسي ان انا بوترهم من غير ما اشعر. طيب او مثلا زي ما قلنا زي التجارب القديمة، او زي مثلا مقارنة من وانا صغيرة مثلا كنت بتقارن بشكل ما، فده اثر عليا، او في ضغط داخلي عندي بشكل ما، فبرضه بيخليني ان انا اعمل ده عليهم. في ناس اعرفهم بيكون سبب توترها زوجها انه بيلوم عليها اذا حد من الولاد نقص درجة وبيتهمها بالتقصير. فاهمة طبعا يا هبة، بس هي الفكرة هل هم فعلا اي حاجة بترجع لي انا ولا لا؟ اوكي. هلا كمان كان بقى احنا امهات بناخدها انها تقدير مجهودها ونجاحنا. تمام. حلو جدا. بجد ما شاء الله اللي انتوا كاتبينه حلو جدا. طيب. بتوتر عشان اولادي يستحقوا يكونوا في مكان افضل. تمام. حلو جدا. حلو قوي. صباح الجمال يا سمية. اهلا يا ندى. طيب. هي الفكرة ان انا دلوقتي انا بتوتر، وقلنا الاسباب اللي احنا ممكن نكون نتوتر بسببها، فممكن تكون حاجة راجعة للطفولة او راجعة لي قبل كده. فانا بالنسبة لي وقت الامتحانات ده هو وقت الضغط، فانا جسمي فجأة بيعمل انذار من غير ما اشعر. بالمناسبة الحاجات دي بتحصل في اقل من ثواني، يعني انا ما بحسش بيها وما بقاش شايفة ده. فالفكرة انه انا بنقل القلق ده لابني، التوتر ده بيحصل لابني انا كمان. فانا محتاجة في الوقت ده اعمل ايه؟ محتاجة ان انا اركز في اشارات جسمي بيقول لي ايه في الوقت ده. هل بحس بضيق؟ هل بحس بخنقة؟ هل بحس ان انا مش قادرة اخد نفسي كويس؟ هل بحس بصداع؟ هل بحس بتشنج؟ هل بحس مثلا قولون عصبي والاقي نفسي مش احسن حاجة؟ فايه الاشارات اللي بتحصل لكم وقت الضغط لما بتكونوا في فترة الامتحانات دي؟ ايه الاشارات اللي ممكن تحصل لك؟
فرحة اني هخلص من ضغط اليوم الدراسي. أم، بس انا سؤالي دلوقتي على الاشارات اللي ممكن بتحصل لك يا هالة في جسمك بسبب الضغط ده. دي شد في الاعصاب وزعق، اوكي يعني عصبية، تمام. شيماء بتقول فعلا القولون ممكن اتعب وطول الوقت ببقى عصبية وبزعق خوف عليهم، تمام. بحس بخنقة شديدة وبتمنى اخلص باسرع وقت من الضغط ده واحيانا عصبية، تمام. الفكرة بقى، انتي في برضو لمياء كاتبة لما بتحط تحت ضغط بتوتر واتعصب وببقى مخنوقة، تمام. الفكرة بقى، هل اللي بيحصل ده، هل اللي انتي بتعمليه ده حتى لو خوف، يعني احنا ساعات بنتعصب على الولاد. الفكرة ان مثلا اجي انا اتعصبت دلوقتي مثلا علشان عايزة مصلحتك، بس انا بالنسبة لي هل لما بتعصب عليكي ده بيساعدك ولا مش بيساعدك؟ يعني محتاجة تفكري كده مع نفسك في النقطة دي، هل ده بيساعد ولا مش بيساعد؟ هل هي فعلا مسؤوليتك ولا مش مسؤوليتك؟ وده التمرين اللي هنعمله بعد كده. بس قبل ما نعمل التمرين ده، تفتكروا في الوقت ده ازاي تهدوا نفسكم؟ اكتبوا لي اقتراحات كده ازاي ممكن اهدي نفسي الوقت ده. بوتره، بالعكس صح، بوتره، برافو. بصراحة فعلا مش بيساعد، انا اللي بتعب. حلو قوي يا ندى. طب قولولي ازاي ممكن نهدي نفسنا في الوقت ده. بمشي في مكان تاني، ادخل اوضتي او البلكونة، بحاول افصل. حلو قوي، حلو جدا يا ندى. طيب لغاية ما حد تاني يكتب لنا، تعالوا نشوف ايه الحاجات اللي احنا ممكن نعملها في الوقت ده. من اكتر الحاجات اللي بتساعد في الوقت ده فكرة ان انتي تفصلي باستخدام اكبر قدر ممكن من حواسك. بمعنى ان انتي، يعني انا مثلا انا قاعدة هنا اهو وجنبي السبراي ده واحدة صاحبتي اسراء زين جايبهولي، فانا بحبه، في نفس الوقت بيهديني، بحب ريحته، فمن وقت للتاني بما اني قاعدة في البيت بقى فبقوم مرشة منه، فده بيهديني. فكرة ان انتي تفصلي انك تشمي حاجة، تفتكري ذكرى معينة، فهي ذكرى حلوة. انا فاكرة هي جايبهولي من ضمن الهدايا اللي جابتها لي ولما عملت الكتاب بتاع بساطة تقبل حب، فانا بالنسبة لي بحب الذكرى دي وبفتكرها. ففكرة ان انا شغلت دماغي في حتة تانية، شغلت حواسي في حتة تانية، ان انا شميت البرفيوم ده، شفته بعينيا. فالفكرة ان انتي تفصلي وتستحضري لحظة تانية مختلفة. لما يحصل لك ده حاولي على قد ما تقدري ان انتي تستغلي اكبر قدر ممكن من حواسك. حتى لو انتي مثلا هتيجي مثلا تشربي حاجة بتحبيها، فنجان قهوة مثلا عشان الناس بتحب القهوة، ما تيجي تعملي القهوة مثلا هتشمي ريحتها، تستطعميها، هتحاولي تفتكري الذكريات اللي ليها اللي ليكي معاها، هتحاولي ان انتي تستشعري وتحاولي ان انتي تفصلي بره الحدث ده وتبقي هنا والآن. النقطة التانية، اكتبي كل الافكار اللي في بالك، كل الافكار اللي في بالك. طبعا مفيش وقت دلوقتي قوي ان احنا نقعد نشتغل على الافكار ونقول ايه اللي ممكن نعمله، وايه اللي ممكن نخلينا نشتغل على الافكار دي. فممكن في مرة تانية بقى اعمل لكم سيشن عن القصة دي. بس انا حتى كمان كنت لسه عاملة من يومين كده فيديو، هو جزء من الورشة بتاعت لكل طفل مكان في القلب. فكنت عاملة ازاي المعتقد او ازاي نفكر في المعتقد. يعني احيانا بتبقى معتقدات، يعني فكرة ان انا اللي مسؤولة عن كل حاجة، او ولادي لو لا قدر الله فشلوا فانا بالنسبة لي الناس هتلومني او الناس هتقول عليا ايه او الحاجات دي كلها. احيانا ما بيبقاش ده صوتك، بيبقى صوت حد تاني او صوت وانتي صغيرة كان بيتقالك انك مسؤولة عن كل حاجة. ف... فالفكرة في انه تفكيك الافكار دي مهم قوي قوي، تمام. بس
كحل عملي كده سريع، احنا دلوقتي بنفكر في ايه الحاجات اللي هتساعدنا، فانتي تنزلي كل الافكار اللي بتفكري فيها دلوقتي. الافكار هتساعدك قوي تبقي شايفه انتي جوه بيدور ايه. فزي ما انتوا بتقولوا انا حاسه ان انا مسؤوله عنهم، انا حاسه ان هم يستاهلوا يبقى في مكان احسن، انا حاسه انه ماشي اوكي حتى لو انا عايزاكي تبقي في مكان احسن، هل انا في ايدي ان انا اتعامل في ده؟ لا. هل انا في ايدي اقدر اغير حاجه؟ لا. في حاجه اسمها دايره التاثير ودايره الاهتمام. دايره التاثير دي اللي ليها علاقه بيا انا، اي حاجه تخصني انا، مشاعري، افكاري، ردود افعالي، معتقداتي، كل حاجه تخصني انا. لكن دايره الاهتمام اللي فيها اولادنا، انا ببقى نفسي يحصل ده، بس هل انا اقدر اخليهم يعملوا ده ولا لا؟ لا، مش بايديا. النتيجه مش بتاعتي، يعني النتيجه مش بتاعتي. سبحان الله، احنا بنحاول وبنسعى، والرسل عملوا اقصى ما عندهم، بس في حاجات كتير. يعني سيدنا محمد كان نفسه عمه يسلم، هل اسلم؟ ما اسلمش. سيدنا نوح كان نفسه ابنه يسلم، هل اسلم؟ وهل يعني امن؟ ما امنش. فالفكرة في انه احنا بنبقى نفسنا في حاجة، بس احنا ما بنقدرش، احنا بنسعى، بس انتي في الاخر مش هتقدري تسيطري على كل حاجة. وهنتكلم على كمان شوية على موضوع التحكم والدعم والفرق بينهم، لانه الفرق بينهم مهم أوي. فاكتبي كل الافكار اللي في بالك، فرغيها، عارفه اكنك بتفضفضي لحد من صحابك، حتى لو الافكار دي مش مرتبه. يعني في النص كده وانا بكتب افكاري جه في بالي هطبخ ايه النهارده، كوسه، فاللي هو رحت كاتبه كوسه، وبعدين هكمل تاني. فاي افكار تيجي في بالك نزليها على الورق بدون اي قيود، ما تفكريش فيها كتير، ما تفكريش الورقه هتبقى عامله ازاي، شكلها هيبقى عامل ازاي، مش مهم خالص. المهم ان انتي تفرغي كل حاجه على ورق. تمام. فكرة التنفس من الحاجات اللي بتساعد جدا. يعني اعملي بقى تمارين تنفس على قد ما تقدري. قومي اتوضي وصلي ركعتين، غيري وضعك. افصلي زي ما ندى بتقول، امشي من مكان، ادخلي الأوضة، اعزلي نفسك شوية. راجعي نفسك، هل باخد الوقت الخاص بتاعي ولا لا؟ ولو ربع ساعة قبلهم كده، بصحى ربع ساعة اشرب حاجة بحبها، او اقعد مع نفسي اعمل حاجة بحبها، او تتقابلي مع ناس بتحبيهم. احنا مثلا بكرة عندنا لقاء مع المجتمع الدعم يعني بتاعنا. فاللقاء ده احنا مرة واحدة في الشهر، بس احنا بنستناه كلنا، انا كمان بستناه، ان احنا نتكلم مع ناس شبهنا. ده بيفرق جدا حتى لو ما حلناش بالمناسبة. يعني نص حل المشكلة انك تتكلمي عنها حتى لو ما حلتيهاش. احيانا بتيجي تفضفضي لحد وتقومي مرتاح، هو حللك المشكلة ولا عملك اي حاجة، هو بس سمعك. فاحيانا بيبقى مهم برضو ان احنا نلجأ في الفترة دي لناس داعمة او كده تساعدنا. فيبقى عندنا يعني زي مخزون كده يخلينا نقدر ان احنا نتعامل في الفترة دي. واسمعوا واسمعوا بتاع المذاكرة، لان احنا مش هنيجي نعلمهم مهارات دلوقتي. يعني الناس اللي بتقول هي هم عندهم لا مبالاة، مش متحملين المسؤولية، ما بيقوموش من نفسهم، انا لازم ازن عليهم، دي كلها مهارات محتاجين ان احنا نعلمها لهم، ومش وقته دلوقتي نعلمها لهم في وقت المذاكرة. يعني مش هنيجي نربيهم دلوقتي على المهارات دي، ما فيش وقت اصلا، احنا ما بنعرف، ما نلحقش نهرش اصلا. ف... فدي برضو نقطة ان احنا نبقى محتاجين نشتغل طول السنة على مهارات. تمام. فانا دوري في حياة ابني ايه؟ ده مهم قوي. دوري في حياة ابني ايه؟ انا بدعم، بس انا مش هقدر اخليه يعمل الحاجة اللي انا عايزاها. يعني انا مثلا لو بحاول مع بنتي او ابني في حاجة معينة، مثلا تخص التنظيم الأوضة، مثلا انا شايفة ان الأوضة لما تبقى متروقة ده هيخليهم ان هم يذاكروا بشكل افضل، وهيخليهم ان هم مرتاحين نفسيا وكذا وكذا. فانا بشتغل معاهم طول الوقت على ده، بس بنيجي مثلا وقت الامتحانات مش وقته خالص ان انا اتكلم معاهم في المهارة دي. وفي نفس الوقت انا عملت اللي عليا، انا حاولت وضربتهم وقلت لهم اختيارات وقلت لهم اساعدكم، خلاص بعد كده مش بتاعتي. بس ليا الحق ان انا احط برضو قواعد معينة. وبرضو القواعد دي مش وقت الامتحانات، دي من قبل كده. قواعد معينة زي انه مش مسموح الكركبة تبقى في حاجة مشتركة ما بيننا، مثلا يعني مش مسموح تبقى في الصالة في كركبة لان ده مكان بنقعد فيه كلنا، او المطبخ يبقى مكركب عشان ده مكان بنقعد فيه كلنا. لكن الأوضة بس بحساب، يعني ما ينفعش يعدي اكتر من اسبوع. وقت الامتحانات بسمح بوقت اكتر، بس مثلا ساعات الدنيا بتبقى مكركبة قوي وقت الامتحانات، فخلاص بتغاضى عن ده. فالفكرة انه محتاجين نختار معاركنا في الوقت ده، محتاجة تختاري معركتك. احنا مش هنيجي دلوقتي نقعد نعلمهم في مهارات، مش هنيجي دلوقتي في وسط الامتحانات نقعد نضغطهم بحاجات تانية ويلا روق اوضتك او يلا اعمل كذا، مش وقته. فاختاري المعركة اللي انتي محتاجة تتكلمي فيها. طيب، خليني اقرا تعليقاتكم.
انتي الاحلى يا ندى، ربنا يخليكي. بصراحه اكتر حاجه بفتكر ان اولادي اهم من اي امتحان، وان الدنيا مش مستاهله. بفتكر ان في اولاد مثلا دخلوا كليات قمه وجالهم امراض نفسيه او لا قدر الله بيتوفوا فبيصعبوا عليا. ربنا يا رب يرحمهم. وبرضه يا رفايدة من ناحيه تانية، انه بجد ما حدش بياخد غير نصيبه، وسبحان الله ممكن يعني ده يخليهم ان هم يعني ايه يتحملوا المسؤوليه. يعني في وقت من الاوقات كده اعرف حد، يعني الحد ده فضل اهله يزنوا عليه يزنوا عليه وكده لغايه ما دخل كليه وهو مش حاببها، بس دخل عشان اهله. وفضل فيها عمال سنه بتعد سنه وسنه بتعد سنه، عشان هو كان عايز يدخل كليه تانية وهما مرضيوش لانه جايب مجموع كبير، فاستخسروه فدخلوه كليه معينه وهو كان عايز يدخل كليه تانية. فاللي هو هعمل ايه لما يدخل كليه قمه وفي الاخر ما يبقاش متفوق فيها؟ فانا دايما بقول للولاد مش مهم تدخلوا ايه، المهم ما تدخلوا في حاجه تبقوا حابينها، يعني ايه، يعني مش هقول تتفوقوا فيها، بس ان انتوا تتميزوا فيها بشكل او باخر، بشكل يرضيكوا انتوا. يعني تتميزوا بان انتوا تبقوا متقنين الحاجه دي. انتوا ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه. مش من باب ان انا لازم اطلع الاول وكده، برضو دي مش قصتي خالص. الفكره في ان انا لما ادخل مكان ابقى حاسس ان المكان ده هو ده اللي انا حابه وعايزه اكمل فيه. فحتى لو دخلت زراعة، انت ممكن بعد كده تعمل حاجة معينة، تخترع حاجة معينة او تعمل حاجة معينة تخلي الموضوع اسهل على الناس. فان انت يبقى ليك اثر، وان انت يبقى ليك يعني يعني ايه، مش بس اثر، فكرة كمان ان انت يبقى ليك دور في المجتمع بشكل او باخر. فدي برضو حاجة معينة، حاجة يعني حابة ان انا افكركم بيها يعني. هالة بتقول لما بفكر نفسي ان التفوق الدراسي عمره ما كان مقياس للنجاح في الحياة. بفكر انه هم عملوا اللي عليهم والنتيجة مش بتاعتهم. افرغ مشاعري في ورق واكتب واشرب قهوة من مكان بحبه واعمل حاجة نفسي بحبها. حلوة قوي يا هالة، ما شاء الله. انا عشان انتي هالة وهبة فبتلخبط، انتي هالة ماشي تمام. ندى بتقولي الكتابة فعلا يا آية، ربنا يكرمك، فرقت معايا قوي في تفريغ المشاعر جدا يا ندى، بجد بتفرق. سحر اللي حقيقي اللي بيستخدمها بعد شوية بيحس بجد بقيمة الموضوع، والله بجد يعني. بس اهم حاجة ان انتوا تلتزموا بيه. ما هو انا بخاف اننا لو حصل منا تراخي انه ما يكونش سعي منا. ما هو بصي، هو الفكرة انه السعي ممكن يبقى ازاي؟ ما هو السعي ممكن يبقى بطريقة غلط يا ندى، يعني فاهمة ازاي؟ يعني انا مثلا لو احنا مثلا في كورس خلاص، وانتي مثلا في تطبيق معين محتاجة تعمليه، انتي عملتيه، انتي شطورة، بس تخيلي ان انتي ما عملتيهوش. فانا عمالة اقولك يا ندى انتي كده مش هتستفيدي. يا ندى انا قلتلك اعملي التطبيق وقلتلك اخر يوم يوم الاثنين. يا ندى انا مش فاهمه انت ليه مش بتعمليه، انا حطيتلك التطبيق تاني يوم على طول الورشه انت محتاجه تخشي تعمليه. فانا كده بسعى اني بفكرك وبحاول ان ابقى حريصه على مصلحتك وكذا، بس هل طريقتي هتخليكي تعملي حاجه؟ ما برضو خلي بالكم انه الذكاء العاطفي من اهم عوامل النجاح. وكان مدرس كان شاطر جدا بس ما كانش بيتعامل معانا وما كانش بيراعي مشاعرنا، ما كانش بيتكلم معانا بطريقه كويسه، فكنا بنكرهه وبنكره الماده مع انه شاطر جدا. والاستاذ ده بيشرح حلو قوي وكمان بيعمل اللي عليه وزياده، بس انا مش طايقاه فمش متقبله منه معلومه. فهي الفكره في انه برضو الجانب ده مش محتاجين نغفل عنه، انه طريقتنا بتفرق بالظبط. فانا بتقول فعلا طريقه بتفرق، فهمتك، ايوه صح جدا ماشي. معاكي حق تمام، شكرا 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 يا رفايدة. تمام. فمهم قوي قوي ان انا ابقى عندي زي ايه شنطة طوارئ كده، انا بسميها شنطة الطوارئ خلاص. فانا حاطه كده بوكس جنبي هنا في رف كده بتاع الحاجات الارت وكده، عشان انا بحب الحاجات الفنية وكده. وحاطه كتب تلوين وحاطه الوان، حتى اوريكم عندي نوعين من التلوين اهم جنبي اهم. فدي الحاجات اللي موجودة جنبي، بحس ان انا لما بحس ان انا متوترة ممكن ألجأ لده، حاجة تبقى في المتناول وحاجة تبقى موجودة جنبي. زي ما وريتكم مثلا البرفيوم ده، والله دي الحاجات انا مش حطاها عشان الورشة، انا حطاها اصلا جنبي. تمام. فالمهم ان انتوا يبقوا جنبكم حاجات كده، وفي حاجات وش تip بس مش هعرف اجيبها لكم دلوقتي. في حاجات بقى ارت وكده، بحس ان انا لما احس ان انا مضغوطة ألجأ لها. اصل اشرب حاجه زي ما قلنا، ايه الحاجه اللي بتهديني، فتبقى عندك صندوق كده
خلاص خليه اسمه صندوق الطوارئ. حتى ممكن تعلمي ابنك او بنتك ان هم يعملوه. صندوق الطوارئ ده هنحط فيه الحاجات اللي بتساعدنا ان احنا نهدى. ممكن يبقى الستريس بول مثلا، ممكن يبقى مثلا انا بحب زبدة الكاكاو دي. زبدة الكاكاو مثلا بحب احطها، بتهديني. مثلا بحب اعمل ده. فكرة انه مثلا حاجة تبقى ليها ملمس، مثلا في ناس بتهدى لما بتلمس حاجة معينة، حاجة تبقى ناعمة او كده. فدي برضو حاجة من الحاجات اللي بتفرق قوي. اه انا بحب التلوين جدا، وعندي كتب بقى، الكتب هنا كده بس مش عارفة اجيبها لكم دلوقتي. ففكرة خطة الطوارئ او اسفل صندوق الطوارئ ده هيفرق جدا معاكم. مش لازم تسموه صندوق الطوارئ، انتوا ممكن تسموه اي حاجة تانية. تمام. ويبقى انت لما بتحبي تهدي بتروحي لده. ممكن تحطي فيه مثلا بخور، مثلا انا البخور بيهديني، فريحة الحاجات الشرقية بحبها قوي. تمام. بخور عود وكده. بخور عود. عود ومسك بحبهم جدا. فالفكرة في انه ايه الحاجة اللي بتهديكي، فكري مثلا في 4 5 حاجات، والصندوق ده يبقى قابل للزيادة. يعني اعمليه كبير شوية يبقى قابل للزيادة. انا مثلا عندي صندوق تحت بس فيه حاجات تانية. هوريكم مثلا من ضمن الحاجات، انا بحب الستيكرز وكده. دي شنطة كانت واحدة صاحبتي برضو جايباها لي، فانا بحب اجمع الحاجات دي. مثلا عندي ورق من ده، بحب اشتغل ارت، بحب الحاجات دي. فبجمعها وتبقى في المتناول كده. فلما ده صندوق بتاعي بس كبير شوية اللي تحت ده، فلما بحس ان انا مضغوطة برجع لده. وممكن احط كتاب مثلا خواطر برضو من الكتب، الحاجات اللي بحبها كتب تبقى خواطر. والله تعالي مرة يا ندى ونعمل مع بعض، تنوري ونشرب شاي كرك. أم، ف... فالفكرة في انه مهم قوي قوي ان احنا نبقى عارفين كده نتعامل مع اولادنا بشكل او باخر، بان لما نهدى. تمام. في قدام شوية كده، يعني خليني اقول لكم سر كده، سر بينا كده. ان قدام شوية ان شاء الله انا يعني عاملة زي مهارات كده، تبقى مهارات تخص الام، ومهارات تخص الولاد. هي ان شاء الله هتنزل على منصة يعني، بس قدام شوية ان شاء الله اعلن عنها. ففكرة انه انا عاملة مهارة للام، مهارة للطفل. وانه قد ايه ان المهارة، يعني المهارات تبقى مبنية على بعضها، بحيث ان الام الاول تبقى قادرة اصلا تسمي شعورها، لانه نص المشكلة بتتحل لما اعرف شعوري ايه. فانا فاهمة شعوري دلوقتي، وليكن مثلا حاسة مثلا بغيرة. تمام. فمشاعر الغيرة دي هتفهمني انا ليه حاسة كده. مشاعر غيرة مثلا من ندى. تمام. ايه اللي قدامي. فمشاعر الغيرة دي بتقولي ايه. انا لو قعدت اقاوم الشعور ده مش هوصل لحاجة. انا محتاجة اشوف انا غيرانة من ندى في ايه، علشان بناء عليها اقدر اتصرف. فالشعور ده بيوصل لي ايه. لما اعرف شعوري هقدر ابقى اهدى. اقدر اروح لابني مثلا اتكلم معاه، يبقى فيه مثلا مهارة مثلا تانية، مساحة مثلا امنة. ازاي اعلم ابني ان هو يبقى فيه مساحة امنة ما بيننا ونتكلم في ده. فمش موضوعنا دلوقتي يعني، مش عايزة اتطرق ليه، بس انا من اكتر الحاجات اللي انا بحبها هي فكرة المهارات. يعني انا لو هشتغل في حاجة واحدة، او انا دلوقتي بعمل ايه، اكتر شغلي هو شغلي على المهارات بصراحة. المهارات هي اللي بتساعدنا، لان احنا بيبقى عندنا المعلومة بس مش عارفين نطبقها. فلما نشتغل على المهارة نقدر ان احنا ان شاء الله نطبق بشكل افضل. فاللي احنا قلناه عشان ما شتتكوش، من اول ما ابتدينا عملنا ايه. الاول اتكلمنا على لو الضغط ده شخصية هيبقى ايه. اتكلمنا على 3 جمل توصف الامتحانات. واتكلمنا كمان على ليه بنتوتر وايه الاسباب اللي ممكن تخلينا نتوتر. واتكلمنا كمان على جسمنا بيقول لنا ايه، او الرسائل اللي بيوصلها لنا جسمنا وقت الضغط، ومحتاجين ان احنا نستجيب للاشارات الجسدية دي وناخد بالنا منها. واتكلمنا كمان على ازاي نهدي نفسنا. تمام. وبرضه نساعد ولادنا. فنعمل ايه خطة التهدئة بتاعتنا تبقى ايه. واتكلمنا على صندوق الطوارئ اللي ممكن يساعدنا ان احنا نهدى ويساعدنا ان احنا نكون افضل. وصندوق الطوارئ هيكون من حد، يعني مني غير رفايدة غير هالة غير هبة، كل واحد هيبقى الموضوع مختلف بالنسبة له. ليه؟ لان كل واحد بيحب حاجة معينة. ممكن حد يهدى ببازل مثلا. انا بالنسبه لي البازل بتعصبني. يعني انا عندي بازلز انت، بس أنا عمري ما بلجأ لها ما بكون مضغوطه. بعملها لما بكون مثلا بلعب مع الولاد في حاجه او كده، لكن او عايزه افكر في حاجه فبستخدمها. لكن لما اكون مضغوطه انا كده هتعصب. استحاله استخدم البازل وانا متعصبه وانا مضغوطه.
طيب فكل واحد يستجيب انه احنا بنهدى بطرق مختلفة، واستجابتنا للموضوع بشكل مختلف. تمام. فدي حاجة دي حاجة يعني حطوها في بالك. طيب، خليني اقرا تعليقاتكم. عائشة بتقول ايه المصادر اللي اتعلم منها ذكاء عاطفي واعلمه لاولادي؟ في كتاب بتاع الذكاء العاطفي لجوتمان، لدانيال جوتمان. تمام، ممكن تقريه. واعتقد في حاجات كتير بقى تخص الموضوع ده على اليوتيوب يا عائشة، فممكن تعملي سيرش بس تدوري عليها وتبتدي تعمليها. هو ليه جوانب كتير بقى، المشاعر والتعاطف، في مهارات كتيرة قوي في تحت الذكاء العاطفي، فهو مش مهارة واحدة. واحنا كنا اشتغلنا ده، كنت انا ونهى حسين كنا عاملين كورس كده اسمه طفلي ذكي عاطفيا، وكانت نهى بتشتغل مع الاطفال وانا بشتغل نفس الكلام مع الامهات، والكورس لازم يبقوا الاتنين بياخدوه. فنهى في اوقات وانا في اوقات بنشتغل احنا الاتنين على الجوانب دي، لان الامهات اصلا مش متعلمه ذكاء عاطفي، فازاي هتعلم لاولادها وهي اصلا مش متعلماه؟ فمش متاكده هنعمل ده تاني امتى، بس احنا كنا عملنا دفعه منه يعني. بحب كمان اتفرج على صور ولادي وهما بيبي، او اقلب في ذكريات قديمه بتاعتي. حلوه قوي يا ندى، فممكن تحطي ده في الصندوق بتاع الطوارئ بتاعك. ان شاء الله يا شيماء انزله قريب. البازل بيوترني، وانا يا ندى هنطلع اخوات في الاخر، كل حاجه شبه بعض كده. طيب تعالوا بقى نتكلم دلوقتي على نقطه مهمه جدا جدا، وهي الفرق بين التحكم والدعم. من وجهة نظركم ايه الفرق بين التحكم والدعم؟ ويا ترى انتي بتعملي مع اولادك دلوقتي بتعملي دعم ولا بتعملي تحكم؟ ده برضو محتاجة اعرفه منك. حبيبتي يا عائشة، ربنا يخليك. ربنا يبارك لك يا رب، اللهم اجعل باطني خير من ظاهري. تسلمي يا عائشة. طيب قولولي، احنا بنمارس مع اولادنا دلوقتي تحكم ولا دعم، وايه الفرق بين الاتنين؟ عارفه ان الميعاد بدري وانا مقدراكوا في الميعاد البدري ده، بس ما كنتش هلحق اعمله غير هو الميعاد ده بس اللي مناسب ليا، اصلا الاسبوع ده كله كومبليت يعني. هو اصلا بالليل كنت بشاور نفسي كده هعتذر عن اللايف، بعدين رجعت قلت لا مش هعرف اعمله تاني، وانا كنت حابه اعمله معاكم يعني، يا رب يكون فاتكم باي حاجه. فقولولي كده الفرق بين التحكم والدعم، وانتوا بتستخدموا انهي؟ التحكم غالبا بيفشل بصراحة، بيعندوا اكتر. حلو يا رفايدة، تمام. فنقدر نقول ان انتي بتستخدمي الدعم معاهم اكتر. بحاول ادعم، بس ممكن تتحول لتحكم من غير قصد. في الوقت ده يا رضوى هتبقي محتاجة توقفي نفسك ثواني وتفكري ايه الافكار اللي بتيجي في بالي في الوقت ده. محتاجة تفكري، عشان غالبا التحكم ده ما بتيجي من افكار مثلا في بالك او في معينة. يعني انا مثلا انا داخله عشان ادعمكم خلاص، واحده قالت لي تعليق مش الطف حاجه، فرحت قررت اقفل التعليقات عليكم خلاص، واقفل اللايف. فايه الافكار اللي جت في بالي؟ اصل هما مش بيحترموني، اصل انا يعني واخده من وقتي وهما في الاخر ما قدروش ده، اصل انا يعني انا طب ما انا كنت دخلت نمت احسن وريحت دماغي، انا هما مش مقدرين ان انا بعمل لهم الحاجه دي، مش مقدرين ان انا مثلا الورشه دي كنت ممكن اعملها اصلا باجر مثلا، بس انا قررت اعملها على الصفحه. فدي الحاجات اللي جت في بالي، بناء عليها انا
الفكرة دي حركت مشاعري، المشاعر دي خلتني اعمل سلوك معين. يعني بصي يا رضوى، احنا بنمشي بسيكونس كده معين. اول حاجة بتحركنا هي الفكرة مش الشعور. تمام، في مدرسة بتقول الشعور وبعدين الفكرة، بس انا مع المدرسة اللي بتقول الفكرة. فالفكرة بتجيلك خلاص. مثلا انا هقول على نفسي، الفكرة مثلا اللي جاتلي، اصل انا ام فاشله، او اصل الناس هتقول عليا ايه لما الولاد يجيبوا درجات وحشه، ولا مثلا الناس هتقول عليا ايه لما الولاد يتصرفوا بطريقه مش مهذبه وانا بدي الناس كورسات في التربيه. فالمشاعر خزي، غضب، احباط. بعديها السلوك هيبقى ايه؟ همسك ولادي اعجنهم، اضربهم بقى، اتصرف ازاي، فهتحكم. فالموضوع بيجي من فكره. عشان كده قلت لكم في التمرين اللي فات ايه؟ اكتبوا كل افكاركم. قص كل المشاكل اللي في حياتنا والتحديات هي الأفكار. الفكرة هي اللي بتحرك. تمام. ففي الوقت ده محتاجين نشوف الدنيا ايه. يارا ازيك. الدعم هو اللي بيجيب النتيجة، التحكم بيعانده. تمام. التحكم بفرض عليهم، استنوا نروح فين. التحكم بفرض عليهم كل شيء بدون خيار. الدعم بوضح لهم الصورة. حلوة قوي قوي المعنى ده يا شيماء. بحاول اديهم خيارات وانا ساعات بستخدم ده، لكن ابني 7 سنين بتحكم فيه بسبب عنده. اوكي. وبيشوفي كده كنت عاملة محاضرة او كانت ورشة، يعني هتلاقيها على اليوتيوب يا شيماء، عن العند. فممكن تبقي تشوفيها العند واسبابه بقى، واحنا عملنا تمارين مع بعض، وكانت ورشة اعتقد انها كانت لطيفة، فممكن تشوفيها، هي موجودة على القناة على اليوتيوب يعني. طيب. آم، ماشي. ثانية واحدة. تحكم فرض سيطرة بيغلب فيه الشخصنة بدون تعاطف، أما الدعم فيه تعاطف ورحمة ومساعدة الشخص باختياراته وبمرونة. حلوة قوي أنا ده، ما شاء الله. طيب. أه حياتي كلها مش عارفة اسمك ايه، فمش عارفة اقولك اسمك. بس هي بتقول ان الدعم هو اني اكافئ الطفل على انجازاته. التحكم هو اللوم الدائم على كل تقصير والضغط عليه مع عدم انتباهي لمشاعره وطريقة تفكيره. تمام. التحكم بالنسبة لي ماشي، ممكن يبقى جانب منه هو فكرة اللوم، بس فكرة الدعم ان انا اكافئ الطفل على انجازاته لا، مش بالضرورة. مش بالضرورة خالص. انا دلوقتي بعمل لكم دعم، تمام، ده كده دعم، ان انا موجودة بتكلم معاكم، بنحاول نحل تمارين، بنحاول نوصل لحل يريحك. هل انا بكافئك؟ مش بكافئك. تمام. فالدعم ممكن يبقى طبطبة، ممكن يبقى كلمة كويسة، ممكن يبقى تشجيع، ممكن يبقى دعوة حلوة. ده دعم. ممكن انا مثلا يبقى قاعدين كده واقوم عامله لهم ساندوتش ولا حاجه ومدخله لهم، او عصير او كذا وادخله لهم، ده دعم. فمش بالضروره خالص الدعم يبقى فيه مكافأة او كده. تمام. رفايدة بتقول اقدر اقول ابتديت استسلم من فكرة التحكم، فبحاول احكي لهم عن نفسي كنت بذاكر ازاي، هدفي وحلمي. ممكن اقول النصيحة اللي عاوزة اقولها بقصة تخصني انا زمان بحسها. انها بتقول بالقصة، يعني بالقصة تخصني انا، تخصني انا. بحسها بتوصل افضل، فغالبا دلوقتي بدعمهم قدر الامكان. تمام. حلوة قوي يا رفايدة، بس خلي بالك انك تدخلي في حتة ان انا كنت بعمل انتوا ليه ما بتعملوش، انا كنت بلتزم بس انتوا ليه ما بتلتزموش، انا بحكي لكم بس انتوا ليه ما بتعملوش. احنا اولوياتنا مختلفة، وانتي ما تعرفيش انتي اصلا وانتي صغيرة كنت بتعملي ده عشان تحصلي على ايه، او عشان انتي بطبعك ملتزمة، او عشان انتي حابة انك تتفوقي وده حاجة عندك، او قيمة عندك فكرة الانجاز. بس هي ممكن تكون مش قيمة عندي، فانا مش مستوعبة، اكنك بتتكلمي بلغة وانا بتكلم بلغة واحنا مش قادرين نوصل لبعض. فمهم قوي بس ان نبقى عارفين الفيصل ده، ان انا في الاول وفي الاخر آم، يعني انا بقولك تجربتي انا كآية، بس في الاول في الاخر مش بالضرورة تعمليها. كده بقى دخلنا في حتة ان انا بنصحك نصيحة بس هو انت لازم تعمليها. لا، انا بنصحك نصيحة وخلاص بسيبك. الكلام ممكن يكون دخل دماغهم بس لسه اثره مش دلوقتي. عايزه اقول لكم بنتي من 3 سنين انا نصحتها بحاجه، زي ما كانتش حاجه فظيعه، هي حاجه تخصها يعني، وقلت لها بلاش وكده، وعلى المدى البعيد يعني هتأثر عليكي ومش هتبقى حاجه لطيفه وكده، بس مش حاجه تأذيها يعني، حاجه اختيار شخصي ليها. آه، فمن 3 سنين انا قلت لها الموضوع ده، من 3 ايام هي جت قالت لي
كنا بنتفرج على الصور يعني، وشافت صورة وكانت عاملة فيها الحاجة اللي انا قلت لها ما تعمليهاش. فقالت لي تصدقي يا ماما انت كان عندك حق لما قلت لي، انا مش عارفه ليه عملت كده. انا ساعتها سكت ما اتكلمتش. لو انا كنت قلت لها شفتي مش قلت لك مش عارفه ايه، كانت هتبطل تعمل ده. بس احيانا لما احنا بنسحب ايدينا، او مش احيانا، اغلب الوقت يعني، مش عايزه اقول دايما بس خلينا نقول اغلب الوقت، لما بنسحب ايدينا هم من نفسهم بيطلعوا بالحاجات اللي احنا عايزينهم يقولوها او يوصلوا لها. تمام. فالفكره في ان احنا بس محتاجين، انا هنصح وفعلا فعلا هبقى عايزاه ياخد تجربته بقى، هو حر، ما بقاش على دماغه ان انا شفت مش قلت لك اي حاجه يقع. لا، انا ببقى فعلا بدأ، الا لو حاجه طبعا تاذيه فساعتها هنوقف فورا، هنوقف فورا بدون نقاش. بس لو حاجه ممكن يجرب فيها، وانا بالنسبه لي بشوف ان المذاكره في الوقت القصير، او في الامتحانات مثلا الشهريه دي تدريب اللي بعد كده. ان انا لما اسيبه مره يتقرص ويجيب درجه مش كويسه مرة والتانية وارفع ايدي، هو بعد شوية الموضوع هيفرق معاه، هو هيشوف النتيجة دي. وبأقل لوم، لانه ليه بقى اللوم مش حاجة كويسة؟ لان انا مثلا وليكن مثلا رفايدة هي اللي قدامي، فرفايدة مثلا، آم، انا دلوقتي بدل ما اخليها هي تعمل بروسس كده في دماغها، بروسيسنج يعني في دماغها، وتقعد تفكر في الكلام اللي انا بقوله، وتطلع تجربتها الشخصية وتفكر فيها وتعمل ريفلكشن عليها وتطلع الخواطر وكده، هي كل تركيزها هيكون منصب على انها ترد عليا عشان انا بلومها. فاقولها شفتي يا رفايدة مش قلتلك ذاكري عشان هتجيبي درجة وحشة في الامتحان. رفايدة هتلغي الامتحان، هتجيبه على جنب، هنبطل نفكر في اي حاجة، هنفكر دلوقتي ازاي ندافع عن نفسنا. فنلاقي نفسنا بنطلع حاجة اسمها كوبينج مود، او الانماط التكيف او الحيل الدفاعية. فهلاقي نفسي بهاجم. انا ليه بهاجم؟ عشان ادافع عن نفسي، عشان احمي نفسي بشكل او باخر. فممكن في مرة كده ابقى اكلمكم عن الحيل الدفاعية يعني. بس احنا بالنسبة لنا لما انا هبتدي الومك هتبتدي انتي تدافعي، هتبتدي تسني المسنات بتاعتك عشان تردي عليا، وتنسي تماما الموضوع. يعني احنا هنتخانق على الطريقة، وهننسى الحاجة اللي احنا كنا بنتخانق عليها اصلا اللي هو الامتحان. تمام. فانا ما ساعدتوش. فانا لما بسيبه هو يعمل البروسيسنج ده، هو بعد شوية هيجي يقول لي النتيجة دي. لو علاقتنا طيبة ومفيش لوم وكذا، وفي جسور من الثقة ما بيننا، ان هو لما يقول لي عارف ان انا مش هلومه وهسمع وبس، فهيجي يقول. فدي نقطة برضو محتاجين نبقى نخلي بالنا منها. امبارح كان ابني بيذاكر وقلت اشجعه، فعملت فشار، حسيت ان ده حاجة ممكن تحببه في المذاكرة. حلوة قوي يا ندى. وذكريات يعني، ذكريات قوي يعني. انا احيانا بقول للولاد خلاص بقى احنا يوم الجمعة مش هنذاكر حتى في وقت الامتحانات، تعالوا نقعد مع بعض كده ونتفرج على حاجة او نعمل حاجة. واحيانا هما اللهم بارك هما ساعات اللي بيقرروا طب خلاص هندخل نعمل كذا عشان ورانا حاجة، فهما من نفسهم. بس الفكرة في انه انا بدعم ازاي وبشتغل على ده ازاي، وبحببهم بقى طول السنة مثلا في التعلم ازاي. الموضوع مش ضغط بالنسبة لهم. مثلا بيشوفوا في بيوت لا هنقفل التلفزيون خالص، احنا غالبا ما بنفتحش تلفزيون على اليوتيوب بس. هنقفل التلفزيون خالص، مفيش خروج، مفيش تمارين، مفيش اي حاجة، مفيش اكل، مفيش اي حاجة، هو المذاكرة بس. فهم راجعين بيفكروا انه ليه كده يعني. ابني في 6 ابتدائي فبيقول لي فلان بيحصل معاه كذا كذا كذا، ليه يعني؟ هو ايه المشكلة في الامتحانات يعني؟ هو ليه خايفين منها كده؟ ف... ففكرة ان هما في الاخر هما بيشتغلوا على حاجة، بس هو مش لازم يبقى بضغط. هو مين اللي قالنا انه لازم يبقى في ضغط علشان عشان يحصل ده، عشان يذاكروا، او هو ده اللي هيساعدهم ان هما يجيبوا درجات؟ مين قال ده؟ بالعكس، هو طول الوقت لما يبقى جهازي العصبي مش مرتاح عشان مضغوط، وعشان حاسس بقلق، وعشان طول الوقت عمال بيتلام وكذا، وبيحس بمشاعر مش ألطف حاجة، فاللي بيحصل ايه؟ اللي بيحصل انه اللي بيحصل انه ده بيخليه ان هو ميبقاش في احسن حالاته. تقريبا حد من الفريق دخل يرد على تعليقاتكم. عمال يظهر لي بقى، بس انتوا بتنزلوا التعليقات تحت، فاستنوا استنوا ما اخلص. انا كنت بخاف اني اسيبه، كنت دايما واقفه على دماغه في المذاكره، خاصه لو حسيت باستهتار منه. بقالي فتره بسيبه واحده واحده، بس جوايا خوف وقلق. طبيعي طبيعي في الاول، لانه الانسان عدو ما يجهل.
طبيعي في الاول حاجه جديده، حاجه ما تعودناش عليها، لو احنا اهلنا كانوا طول الوقت فوق دماغنا، او انتي شخص مثلا اصلا بطبعه مسؤول وكده، فانتي بالنسبه لك هتبقي ده حاجه من الحاجات اللي حاسه هو انا مقصره، هو انا كده مش قلقانه عليه او كده، صح؟ استني وشوفي. وزي ما قلتلك لما يجرب وهو صغير احسن ما يجرب وهو كبير، مثلا في مراحل كبيره شويه او مراحل انتقاليه. فسيبيه ده. يعني انا في مره سبت ابني يحصل معاه ده وجاب درجه مش حلوه خالص، بعديها هو من نفسه قرر ولا اتكلم. يعني انا بالنسبه لي في الاول وفي الاخر الدرجات عشان كده بقول لكم اسمعوا الفيديو بتاع نسمه، بتقول لكم كمان. يعني احنا مش مجرد ان انا خلاص جاب درجه وحشه وخلاص وبسيبه، بنتكلم. بس بنتكلم ازاي، بنعمل ريفليكشن على الموضوع ازاي، بنطلع خواطر نشتغل عليها، بنطلع استفادة، انا ليه جبت الدرجة دي، طب اعمل ايه المرة اللي جاية. ف يعني ايه، بنحاول نطلع من الموضوع ده بدروس مستفادة نشتغل عليها. كانت شيماء بتقول كانت واحدة صاحبتي قالت لي قبل الامتحان بيوم نخرج ونتفسح وخلاص، اللي ذاكر ذاكر، اليوم ده بنلعب. بالظبط بالظبط. فحقيقي بتفرق معاهم، وده ما بيخليهمش يحسوا انه في استهتار ولا كده، اللي هو لا، خلصوا اللي عليكم عشان ننزل مثلا نعمل كذا، او مثلا خلصوا نقعد نذاكر من وقت كذا لكذا عشان نقعد نتفرج على حاجة مع بعض مثلا، او نلعب لعبة مع بعض. فاللي بيحصل انه لا، بيخلصوا عشان عايزين نقعد نعمل ده، واحيانا يقولوا لا مثلا ورانا حاجة او كده حسب، واحيانا يقولوا هنلعب وقت قصير عشان كذا، وهكذا. يعني الفكرة في انه انا الفترة دي بعمل ايه. نرجع تاني للتحكم والدعم. التحكم زي ان انا اقول لابني ايه، اعمل اللي انا شايفاه، او اللي انا شايفاه صح انت هتعمله، او انا شايفه كده بشكل او باخر. انت ممكن تكوني مش بتقولي له كده، بس انت بتديله تجربتك واللي هو لازم تعمل زيها. تمام. الدعم، انا هساعدك تكتشف انت محتاج ايه، محتاج تعمل ايه. ده اللي بنعمله لما بنقعد مع بعض ونشوف في الجلسة بتاعته انت محتاج ايه، محتاج تشتغل على ايه، دي نقطة ضعف عندك، طب تعالى نشتغل عليها، ايه المهارة اللي محتاج تشتغل عليها، طب تعالى نشتغل عليها ان شاء الله الفترة اللي جاية او فترة الاجازة، وهكذا. يعني انا مثلا ابني خطه هيروغليفي ما شاء الله عليه، يعني ممكن يكتب صح، بس بجد الورقة انا لما بشوف الكتاب بتاعه ببقى يعني مشفقة على المدرسين والله. فانا مثلا في البيرنتس ميتنج مثلا الناس قالوا لي ايه، كلموني على الخط، وانا شايفه الواقع. فانا قررت انه من ضمن الحاجات ان احنا نقعد نعمل ده مثلا وقت الاجازه، وان شاء الله هكلمكم في ازاي نخطط للاجازه على الموضوع ده اكتر. بس قعدنا نتكلم انه ده ممكن بعد كده ينقصك درجات عشان انت تبقى كاتب الاجابه صح، بس المجرد ان هو مش عارف يقرا فده يخليك تنقص درجة. واحيانا المدرسين بينقصوا له درجة علشان خاطر يعني يعرف انه ايه الموضوع ده هيأثر عليه. فدي مهارة محتاج يحسن خطه عشان يبقى احسن، فمهارة ملهاش دعوة بالمذاكرة. فنقعد بقى ونشوف ايه المهارات اللي محتاج يشتغل عليها. فممكن يبقى فترة الاجازة دي فترة ان احنا نشتغل على المهارات علشان نكون افضل، عشان لما ندخل المدرسة تاني نكون افضل، وهكذا. فده كده دعم، انا كده دعمته، ما اتحكمتش فيه، ما قلتلوش حتى انت محتاج تحسن الخط. انا قلت له ايه اللي محتاج تعمله. لما قال لي انه متضايق انه ناقص درجه، ايه اللي محتاج تعمله، قال لي احسن خطي شويه. طب هتحسن خطك ازاي؟ ان انا اتعلم من الخط. طب ماشي، ممكن نعمل ده امتى؟ في الاجازه. خلاص تمام، وهكذا. اكتبها مثلا عندك. فانا كده دعمته، ما اتحكمتش فيه، لان الحل جاي من عنده هو. تمام. طيب فالفكرة انه احنا مش هدفنا نسيطر، احنا هدفنا ندعم. ففي فرق كبير قوي بين الاتنين. طيب آه، لو هنفترض ان احنا عايزين نعمل جدول مثالي مع الطفل، الجدول المثالي ده يكون بأقل قدر ممكن من التحكم، وفي نفس الوقت يكون مش ضغطه قوي. انا بحب اسميه جدول الانساني. يعني بحس انه مهم قوي ان احنا واحنا بنشوف ولادنا ان احنا كمان محتاجين نشوفهم بنظرة انسانية. فمحتاجين تقولولي كده تخيلكم على الجدول الانساني ده. لو قلتلكوا اعملي جدول انساني، او ابنك هيعمل جدول انساني لنفسه عشان يذاكر، فهيكون ايه الورقة متقسمة ازاي، او شايف الموضوع ازاي؟ انا بس عشان مش هعرف اتأخر قوي، فانا هقرا تعليقاتكم، بس انا هبتدي اشرح علشان
علشان انا عندي ميعاد الساعة 10 وهبقى محتاجة افصل قبلها ب5 دقايق كده، اخد بريك واشرب حاجة. فهنفترض كده ان احنا معانا ورقة خلاص، هنقسمها ل4 خانات: وقت مذاكرة، وقت طبطبة او دعم، وقت راحة، وقت مكافأة. فالجدول الإنساني ده ممكن يبقى 4 خانات: وقت المذاكرة، وقت الطبطبة أو الدعم، وقت الراحة، ووقت المكافأة. طب ايه الفرق بينهم واعمل ايه في كل خانة؟ هقعد مع ابني كده واتكلم معاه ان هنحدد سوا ايه المدة المناسبة عشان تذاكر. فمثلا كل طفل بيختلف، ففي طفل ما شاء الله بيستوعب بسرعة، وفي طفل تاني ممكن يكون بياخد وقت اكتر، فهو اللي محتاج يحدد. او طفل مثلا اصغر فما بياخدش وقت كبير في المذاكرة، وطفل اكبر بياخد وقت كبير في المذاكرة، وهكذا. فمحتاجين نحدد الوقت ووقت الراحة، وهيذاكر امتى وهكذا. وقت الدعم ده بقى الوقت اللي انا هقعد فيه معاه. هنلعب 5 دقايق، في الوقت ده انا هبقى بحضنه مثلا، هديله كلمات تشجيعية، هطمن عليه، هسمع مشاعره. هيبقى فترة دعم. وقت الراحة حاجة هو يعملها من غير احساس بالذنب، حاجة بيحبها يعملها، يرسم، يتكلم مع حد، وهكذا. فمحتاج ان احنا نشوف ايه الحاجة اللي هو بيعملها ونشتغل على ده. طيب، وقت الراحة هو احنا قلناه وقت المكافأة بقى، حاجة صغيرة بتبسطه بعد المذاكرة. اي حاجة صغيرة، تشوف ايه الحاجة اللي انت بتحبها ممكن تكافئ نفسك بيها، بس بشرط ان الحاجة دي مثلا مثلا وليكن لو اختار مثلا يقعد شوية على الموبايل او على الشاشات، فهنحط قواعد لده. مثلا هيبقى مش اكتر من ربع ساعة، مش اكتر من نص ساعة، وهكذا. يعني مش هنخل في المكافأة دي بقواعد البيت اصلا. فانت تحب تذاكر امتى، تحب ترتاح امتى، محتاج ايه بعد ما تذاكر، او تكافئ نفسك ازاي. ممكن نعمله بأكننا مثلا ملونينهم، يعني المذاكرة باللون الاخضر، مثلا الراحة باللون الاصفر، وهكذا. فممكن نبقى نعملها color coding كده عشان نبقى قادرين ان احنا يعني نشوفها بشكل افضل يعني. فمهم قوي ان احنا نبقى عارفين ان الجدول الانساني ده مش بس بيظبط الوقت، هو كمان بيخلي الطفل يبقى بيعمل ده وهو مرتاح. كم مرة في حياتنا قعدنا على المذاكرة واحنا مش عايزين نذاكر، بس قاعدين عشان بيتقال لنا لازم تذاكر، فبقعد على الكتاب وانا مثلا سرحانة في اي حاجة تانية، او قاعدة برسم، او حتى جوه الكتاب مثلا قصة وقاعدة بقراها. كان الناس صحابي بيعملوا كده، تحط قصة كده وتقعد تقرا فيها، وباباها يدخل عليها فهي قاعدة حبيبتي بتذاكر، بس هي في الحقيقة انها مش بتذاكر. فده حاجة من الحاجات اللي احنا بنوصل ولادنا ليها بشكل او باخر من كتر الضغط عليهم في حتة المذاكرة دي. تمام. طيب، فمحتاجة اسمع منكم كده رأيكم في الموضوع الانساني ده. كمان كتر الامتحانات خلت الولاد زهقانين وفقدوا هيبة الامتحانات. حلو قوي يا وسام، اولا اهلا وسهلا، الحمد لله على السلامة. أه فقدوا فعلا ده، بس هي الفكرة في انه هو هل لازم يبقى ليها هيبة اصلا؟ يعني هيبة الامتحانات دي ليه لازم تبقى ليها هيبة؟ ما هو اختبار زي اي اختبار. يعني ليه امتحان اخر السنة احنا بنعمل له اعتبار كبير قوي، مع ان في امتحانات شهر مثلا، وفي ميجا كويز، ومش عارفة في قصدي في كويزز في النص، وفي مش عارفة ايه. يعني ليه بنعمل له حاجة كبيرة؟ ما هو زيه زي اي امتحان. فليه احنا اصلا بنضخم؟ مش يمكن احنا اللي بنضخم الامور ونحطها في نصاب اكبر من نصابها بكتير؟ ندى بتقول حبة مذاكرة حبة لعب، صحيح. حلو قوي. انا ابني بسم الله ما شاء الله ديناني بتقول ذكي، وكل شويه يحاول يعمل اشكال من الكرتون والعاب من الخامات المختلفه، ومشكلته انه مش عايز يذاكر اصلا. اوكي، ممكن تسمعي بقى المذاكره، اللايف بتاع المذاكره، فممكن تبقي تسمعيه علشان خاطر هيساعدك اكتر. احنا النهارده قلنا مش هنتكلم في المذاكره. ماشي.
طيب يارا بتقول حلوة الفكرة دي قوي، لما يكون في حاجة قدامه ملموسة ومخططة يمكن تفرق فعلا وتخليهم يلتزموا كل حاجة تاخد حقها. انا كنت بعمل كده. شطورة يا يارا. يارا مهندسة، مهندسة بتاعتنا، مهندسة بتاعت الفريق. طيب فده كده بالنسبة للجدول الإنساني. ففكري كده مع ابنك، لو انتوا عندكم لسه وقت تقدروا تعملوا ده ياريت تقدروا تعملوه، هيفرق جدا معاكم. انا بالنسبة لي بشوف انه ممكن ياخد وقت شوية دلوقتي، بس هيوفر وقت بعدين. فلما هو يبقى داخل وهو مرتاح، يبقى حاسس ان ماما شايفاني وعارفه ان ليا احتياجات تانية غير المذاكره، مذاكره 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 مذاكره، يعني زهقت من الكلمه دي. فلما ماما تبقى يعني مقدرة ده، وده نوع من انواع الدعم، تعالى نقعد نعمل ده، هيفرق معاه فيما بعد، يعني في المذاكرة نفسها وكده هيفرق معاه ويخليه هو حابب يعمل ده بنسبة. يعني مش هقول لكم ان هو هيبقى حابب مقبل على الحياة، عشان برضو ايه ما الحياة ما تبقاش وردية، بس بنسبة. فكرة ان حد شايفني غير ما حد ما يبقاش شايفني، وكل همه انه يخش يذاكر بغض النظر انت حاسس عن ايه، حاسس بايه. تمام. فاحنا دلوقتي بنضيع وقت، لو من وجهة نظرك ده تضييع وقت، بس هيوفر وقت بعدين في انه يبقى مرتاح وهو بيعمل ده، وهيبقى عايز يبقى بيبقى مسؤول عن الحاجة دي او يحس بالمسؤولية. اخر تمرين هنعمله النهاردة، التمرين ده يعني اسمه انا مسؤولة وهو مسؤول. خلاص. فمحتاجين كده نفكر مع بعض في مسؤوليتي ومسؤولية ابني. فمثلا وليكن عندنا خط المسؤولية كده، خلاص هنرسم خط بالطول، وانا محتاجاكم دلوقتي تجاوبوني، مش هنرسم خط طبعا في التعليقات، بس هتقولولي الطرف اليمين انا مسؤولة عنه، والطرف الشمال هو او هي مسؤولة عنه، وممكن تعملوا ده مع بعض. فمثلا الامثلة اللي ممكن نعملها، انا مسؤولة عن تجهيز الجو الهادي في البيت. انا مسؤولة مثلا ان انا اشجعه وادعمه وقت ما يحبط او اسمع منه. انا مسؤولة عن ان انا اديله وقت راحة، مثلا نقعد نلعب مع بعض او كذا، او وقت دعم يعني نقعد مع بعض. انا مسؤولة عن ان انا اظبط اعصابي ما وتروش وقت الامتحانات. هو بقى مسؤول عن ايه؟ محتاج هو كمان يقول هو مسؤول عن ايه. هو مثلا مسؤول عن مذاكرته بنفسه، مثلا لو اتعود وعنده مهارات تأهله لده. لو ما عندوش فخلاص كملي على اسلوبك دلوقتي، بعدين نبقى نشوف ده بعدين. مش هينفع نغير وقت الامتحانات، ما يبقاش تغيير من كل ناحية. تمام. فلو مسؤول عن مذاكرته بنفسه فاعملي ده معاه. يحضر هو ادواته، يقول لو محتاج مساعدة، مثلا يكافئ نفسه لو مثلا خلص، وهكذا. فده هيرجعنا لفكرة انه في الاول خالص لما احنا كنا بنفكر ان ليه بنتوتر، عشان عندنا معتقد ان انا السبب، او انا اللي مسؤولة عن كل حاجة، او انا مقصرة، او انا ابني لما ما ينجحش انا اللي هبقى انا اللي ما نجحتش، او حتى قيمتي من قيمة اولادي ومن قيمة نجاحهم. فانا مسؤولة عن كل تفصيلة، انا مسؤولة عنه، مش عايزاه يتألم زي ما انا اتألمت. فانا مسؤولة عن شعوره، مش عايزاه يحس شعوره. فابقى بربيه بشكل معقم اللي بيه مش عايزاه اصلا يحس الشعور، مع ان هو اساسا حاجة مهمة انه يحس الشعور ويحس بالاحباط، عشان ده بيكبر عنده كده العضلة بتاعة الاحباط. فلما انا دلوقتي احبط عشان اجيب درجة مش حلوة، ده هيخليني اخد بالي بعد كده. لما انا مثلا ما ذاكرش كويس وادخل الامتحان ابقى حاسه ان انا محبطه ومش عارفه احل كويس، ده هيخليني احترم نفسي بعد كده واذاكر مثلا في وقت اكبر. بس اللي بيحصل ان احنا دايما الولاد بيبقى عندهم محفزات خارجيه. المحفز الخارجي ده هو احنا اللي ماشيين وراه، يلا اعمل 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 اعمل. فلما بشيل ايدي هو ما بيعملش، او بعد شويه بيدخل في مرحله اللي هو يعني عادي اكن حد بيشتغل في اسطوانه جنبي كده، انا مش بسمع كلامه اصلا من كتر الكلام ومن كتر المحاضرات. فانا بقيت حاسه انه او حاسس انه الموضوع فقد قيمته، ما بقاش نصيحة، مجرد دروس كده بتتقال فخلاص انا مش عايزة اسمع اصلا. ف فالفكرة في انه انا برجع لحتة انا مسؤولة عن ايه وانت مسؤول عن ايه، علشان ترجعنا لحتة انه انا مش مسؤولة عن كل حاجة، وهو ليه دور، وانا دوري كأم ايه، ودوره هو ايه. محتاجة ان انا افكر مع نفسي في الافكار اللي انا
او اكتب مع نفسي الافكار اللي انا بقولها، واطمن نفسي كده انه يعني مهما تعملي، مهما تعملي ومهما تساعدي ومهما تدعمي ومهما تعملي، ده كله ده نوع من انواع السعي. لكن لكن النتيجة مش بتاعتنا، والنتيجة مش حتمية. يعني انا مش بعد ده كله مثلا هقولك انه ابنك هيجيب الدرجات النهائية في كل حاجة، لانه الموضوع داخل فيه عوامل كتير جدا. استيعابه اصلا، فروق فردية، حبه للحاجة دي او لا، هو اصلا متفوق في الحتة دي ولا مش متفوق. ممكن اصلا كمان ان هو يبقى من ناحية تانية هو متميز في حاجات تانية، بس انا مش شايفاها، انا بس شايفة انه هو لازم يتميز في الدراسة. والفكرة في انه لا، مش لازم يتميز في كل حاجة. يعني انا مثلا ابني وبنتي في مواد هم شاطرين فيها جدا، في مواد مش شاطرين فيها. انا عمري ما هقدر اخليهم يوصلوا الاتنين زي بعض، ولازم اتقبل ده. عادي، دي فروق فردية لازم نحترمها. فمهم قوي، مهم قوي ان انا ابقى مستوعبة انه الفروق الفردية دي انا عمري ما هغيرها، وانا مش مسؤولة عنها. انا مش مسؤولة عن كل حاجة في الدنيا، دي مش مسؤوليتي. لازم نطلع بره دايرة المسؤولية دي بقى. تمام. فيعني ده اللي كنت حابة اعمله معاكم النهاردة. كان في تمارين تانية بس للأسف مش لاحقين نعملها، لان انا زي ما قلت لكم محتاجة اختم، فعايزة اقرا التعليقات بتاعتكم. اتمنى يكون اللايف بتاع النهارده فاتكم. انا كنت حابة اعمله بطريقة ما تبقاش فيها شو يعني حاجة نظرية او كده، او شرح، او يعني نعمل ايه او كده. فكنت حابة انها تبقى تمارين اكتر. فاتمنى اكون يعني ولو بنسبة بسيطة يعني فادتكم. ولو طلعتي بحاجة النهاردة اكتبلنا، يعني ده بيفرق معايا لما اشوف ان انتوا استفدتوا. ده بيفرق معايا، خليني ده اللي بيحفزني وبيحركني يخليني اطلع تاني معاكم ونتكلم في حاجات تانية ان شاء الله. ويلا خليني اقرا بقى التعليقات بتاعتكم لغاية ما تكتبولي ايه اللي طلعتوا بيه النهاردة من السيشن واللي فرق معاكم. اوكي. شيماء بتقول انا عكس وسام، بحس بيدربهم بيخليهم يذاكروا عشان اللي مش بيذاكروه. تمام. زينة بتقول حبيبتي ايوه الفكرة. الكم بقى كتير قوي، طريقة الشرح نظرية، هل دوري اني اعمل مذاكرة باللعب ولا؟ ما احنا قلنا بقى ان احنا مش هنتكلم في مذاكرة، احنا جايين نشتغل على نفسنا احنا، وازاي ندعم نفسنا وقت الامتحانات عشان نقدر ندعم ولادنا، لان ده دورنا الاساسي. لا مش دوري اذاكر مع ابني. وممكن تبقي تسمعي لايف بتاع المذاكرة يا نسمة. كنا مسمينه ايه، نحو مذاكرة هادئة باين، مش فاكرة. المهم لو عايزينه اكتبوه، ويارا او رضوى يحطوا لكم في الشات، في التعليقات. احنا اخر يوم امتحانات بكره. طيب الحمد لله لحقناكي يا حنان، لحقنا يوم اهو. حاولي تدعمي نفسك النهارده يا حنان. ندى بتقول ممكن لو حد كتب جزء خط المسؤولية يساعدني عشان ما لحقتش. اوكي بصي يا ندى، خط المسؤولية هنعتبر ان عندنا خط اليمين، يعني هتكتبي كده على اليمين انا مسؤولة عن، وعلى الشمال هو مسؤول عن، او ابني مسؤول عن، او بنتي مسؤولة عن. وممكن تقعدوا تعملوا ده لو هو كبير، تعملوا ده هو يشوف ايه مسؤولياته وانتوا تشوفي ايه مسؤولياته، عشان تعرفي انتي مسؤولياتك ايه وهو مسؤولياته ايه. ممكن تبقي تسمعيه تاني بقى الجزء ده عشان كنت بقول امثله يعني. ماشي، بس مش هعرف معلش اعيدهولك تاني، مش هعرف اعيد الامثله. فعلا لما كان احساس المسؤوليه عندي عالي قوي كنت دايما عصبيه ومتوتره، وده بيأثر عليا بالسلب بالظبط. والفكره مفيش صح مطلق، يعني هي معلش مش عارفه اسمك، بس مفيش صح مطلق. يعني مين قال ان دي المسؤوليه؟ يعني مين اللي قرر ده؟ تمام. ومين قال ان هما مش مسؤولين؟ ف... فالموضوع نسبي لحد ما. تمام. فمش معنى ان هما، يعني هقول لكم ليه، لانه ممكن يبقى الموضوع ناقص بس مهارات عندهم. يعني موضوع هما مش عايزين ان هما ما يتحملوش مسؤوليه، لا هما متحملين مسؤوليه بس هما عندهم نقص مهارات. زي بالظبط كده. زي مثلا ايه، زي مثلا بيجي يتعلم العجل مثلا وقع، هل ده معناه انه مش متحمل مسؤولية نفسه؟ لا، بس هو لسه ما اتعلمش المهارة كويس، فلسه مش قادر يسوق بشكل فعال. مسؤوليتي اعلمهم ازاي يقدروا يعتمدوا على نفسهم بخطوات، مسؤولة عن توفير مساحة هادية وقت المذاكرة، مسؤولة عن سلامي النفسي عشان ما يأثرش عليهم. حلو قوي قوي يا يارا. هم مسؤولين عن مذاكرتهم، عن تحضير ادوات المذاكرة، احيانا عن ترتيب المكان اللي هيذاكروا فيه عشان عينيهم تبقى مرتاحة ما يتشوشوش.
ما يتشو... ما يتشتتوش الكلمة دي، ما يتشتتوش، ايه الكلمة اللي انا قلتها يعني. تمام. اه ولا انت كنت بتكتبي ورايا؟ لا بس انتي شطورة برضه. يا ريت لنا القناة بتاعت ايه بتاعتي. حاضر، يارا او رضوى هيساعدوكي، يا ندوش. اول مرة احضر لايف لحضرتك، استفدت جدا، شكرا على دعمك واسلوبك. شكرا شكرا. صباحك اجمل، ربنا يكرمك يا رب. الحقيقة اني عايزة اعلمه المسؤولية، يعني يهتم بمسؤوليته دايما طالما انها مهمة و وايه بالنسبة له مش شرط خالص تفوق دراسي، واولى بالنسبة له مش شرط تفوق دراسي. المسؤولية طبعا يعني كان الشيخ محمد خيري بيقول لا يعني اجمل هدية تديها لابنك او بنتك ان انت تعلميهم المسؤولية وما يبقوش معتمدين عليكي، لانه احنا مش باقيين لهم طول العمر. ومش معنى ان مش باقيين لهم حاجة وحشة يعني، بس هما ممكن مثلا ربنا يكرمهم يجي لهم منحة بره مصر مثلا، او يسافروا بره مصر مثلا يدرسوا او يشتغلوا او كذا. فلو هو مش معتمد على نفسه، ازاي بعد كده هيقدر كمان يكون أسرة وكذا؟ أنا يعني بشوف دي من أكتر الحاجات اللي احنا فعلا محتاجين نديها لأولادنا. فعلى السكيل الصغير يعني هيبقى ايه مسؤوليته؟ معلش يحضر أدواته، يحضر مثلا شنطة السباحة، يحضر مش عارفة ايه، ما هو ده اللي هيعمله يعني. طفل عنده 11 سنة هيعمل ايه يعني أكتر من كده؟ بس لما لما يكبر المسؤولية هتكبر معاه، وهيكون مسؤول عن حاجات بقى أكبر منها. فاحنا بنشتغل على سكيل صغير، مثلا ولد عنده سنتين تلاتة خلص ودخل طبقك مثلا، اشطف طبقك، حتى لو انا هعمله وراه تاني، او اغسل طبقك وانا مثلا هغسله وراه تاني من غير ما يحس. فدي مسؤوليته على سكيل صغير. سكيل كبير بقى هيكبر معاه وهكذا. كل ما يكبر كل مسؤوليته هتكبر. تمام. لكن انا مسؤوليتي دلوقتي غير مسؤوليتي وانا عندي طفل، غير مسؤوليتي وانا قبل ما اتجوز اصلا. فطبيعي المسؤولية بتكبر معاه. عارفين الفيديو اللي بيقول في فيديو منتشر قوي، ليه ابقى قد المسؤوليه؟ ليه المسؤوليه ما تبقاش قدي؟ او ليه انا افضل شايل المسؤوليه؟ هو الفيديو ده ليه انا ببقى عامله كده مع اولادي طول الوقت يعني. شكرا يا استفدت كتير، واهم نقطه اني اتقبل انهم يجربوا ويغلطوا ويتحملوا مسؤوليتهم، واحس ان ايه ان هيبني شخصيتهم ويفيدهم اكتر من التحكم. حلو قوي يا رفايده، ما شاء الله. طلعت بأكتر حاجة مهمة، وهي إني هديت واستعديت نفسيا واطمنت، لأن امبارح تعرضت اللوم إن إزاي أنا مش مهتمة ببناتي لمجرد إني بحاول أخليهم يعتمدوا على نفسهم، واتقالي بنص انتي رمياهم كده ليه. اوكي. ففي الوقت ده يا يارا محتاجين بقى نرجع لأهدافنا ونوايانا احنا ايه. فأنا نيتي ايه من ده؟ لما بنكتب النية وبنشوف ان النية دي يعني، أنا الفيصل بالنسبة لي حلال ولا حرام؟ حلال ولا حرام اللي بعمله ده؟ انا بعمل ده ليه؟ ايه الدوافع بتاعتي في ده؟ ايه نيتي في ده؟ فلما بشوف القصة دي، عشان انا كان بيتقال لي كده زيك، فلما بشوف ده بيخليني ان انا اهدى كتير. انا عارفة انا بعمل ده ليه. وفي نفس الوقت الحد اللي بيقول كده، الموضوع انا مش عارفة مسمع عنده ازاي، فممكن بقى تبقوا ترجعوا تسمعوا الفيديو بتاعي ان انا جاهلة بالموضوع. فانا مش عارفه هو سمع عنده ازاي. هو ممكن يكون بالنسبه له شاف نفسه في الموقف ده، وشاف انه ده كان بيحصل معاه وهو صغير، فكان نفسه انه يتعمل له حاجه بالعكس. ولا خاف انه مثلا ان الولاد يطلعوا بشكل معين، فده يصب عنده بشكل او باخر، مثلا بدي امثله يعني. ولا شايف مثلا ان اهله كانوا بيعملوا معاه كذا، فهو دي الصورة المثالية للام المثالية، فلازم الكل يبقى ماشي على نفس الاسطمبة، والا كل ده يبقى غلط. فهي الفكرة في كده. تمام. عجبني صندوق الطوارئ، ان شاء الله اطبقه واعمل لهم روتين يومي ادعمهم من خلاله. حلو جدا، حلو جدا يا رضوى. شكرا يا يوي على دعمك لينا. فعلا جدول الانساني وضع وايه، مش عارفة ايه الكلمة دي يا شيماء. آه مش عارفة ايه مشكلتي مع ابني، عاوزة ادعمه كله ماديات اللي 7 سنين غير اخواته. انتي عايزة تدعميهم بشكل مادي؟ لا مش بشكل مادي، يعني مش دايما محتاجين الشكل المادي على فكرة، بالمناسبة يعني. فاحنا محتاجين بس نخلي بالنا انه الدعم مش كله مادي. مش لازم عشان ادعمك اجيبلك هدية، انا ممكن ادعمك بكلمة طيبة، ممكن اقولك حاجة حلوة على مثلا على حاجة عملتيها، ويكون فعلا صادقة، ويكون تعليق فعلا صادق. وحاجات تانية ودعوة حلوة وطبطبة وحاجات من هذا القبيل يعني.
رفايدة، صندوق الطوارئ فكرة حلوة، لان انا مش بهتم اني اهدي نفسي او افرغ افكاري اللي بتشوشني وبتحسسني اني دايما مضغوطة طول الوقت. ممكن كمان من ضمن الحاجات، شكرا يا رفايدة ان انتي قلتي كده، من ضمن الحاجات نجيب نوت بوك كده صغنونة. ماشي. النوت بوك دي كانت اختي جايبها لي هدية الكتاب برضه. ف... فهي جابتها لي، فانا حطاها بعمل فيها تفريغ. بصوا، بعمل فيها تفريغ، بحب احط حاجات الستيكرز دي وكده، بتفرق جدا معايا. بكتب لنفسي حاجات، بكتب لنفسي رسائل، مش عارفه دي ايه اللي وقفها. بكتب لنفسي رسائل تحت. فمثلا حاجه زي كده برضو يبقى في المتناول، تكتبي فيه افكارك، تعملي فيه اللي انا بعمله ده اسمه ارت جورنال. فممكن تبقوا تعملوا عليه سيرش لو انتوا بتحبوا الحاجات الفنيه. فده برضو من الحاجات اللي بتهدي جدا. تمام. بتفرغوا بشكل ما. يعني احنا المفروض كمان من ضمن الحاجات اللي ممكن تعبري عن نفسك بالستيكرز او بالرسم او كده. فممكن ده برضو حاجة من الحاجات اللي تساعدكم. تمام. فممكن يا رفايدة يبقى عندك نوت بوك بتحبيها صغنونة كده، تبقي كمان بتعملي فيها فكرة الافكار والمشاعر، وتساعدك تفرغي ان شاء الله. رفايدة، شكرا على وقتك ودعمك لينا يا آية، بجد بتطلعي عليا. طب الحمد لله والله، اهم حاجة والله بجد. يعني دي بتبقى اكتر حاجة فارقة معايا الحمد لله من اللايف، فالحمد لله قدرت اعمل ده ولو بجزء صغير. نسوم، ولا يهمك، انا حضرت متأخر ولا يهمك، وبيسمعيه بقى مسجل. هو هيكون مسجل، بس في حركة بقى الفيسبوك بيعملها مؤخرا، بعت رسالة كده ان هو المفروض هيمسح اللايف من على الصفحة. يعني هو اللايف هيقعد لمدة 30 يوم بعد كده يتمسح. فانا مش عارفة ليه. فانتوا بقى حاولوا تلحقوه، وانا ان شاء الله هحاول انزله برضو على اليوتيوب عشان يبقى ثابت هناك. بس حاولوا تلحقوه، معاكوا غالبا 30 يوم، الا لو هو بقى قرر يمسحه قبل كده، بس انا مش همسحه يعني. لا، ابني هو عايزني ادعمه كده، انا فهماكي. تمام. بصي، هقول الحتة دي بس واجري. بصي يا شيماء، احيانا بيبقى من كتر ما احنا الولاد اتعودوا على حاجة معينة، محتاجين ان احنا نبقى اكننا بنسحب منهم الجرعة كده، اكن هما عندهم حالة من حالات الادمان لحاجة معينة، شراهة لحاجة معينة. وبالنسبة لهم هو هتدعميني كده يا اما انت كده ما دعمتنيش. ليه؟ لان هو اتعود على كده، اتعود على انه دايما بيتكافئ بحاجات مادية، بيتكافئ بحلويات مثلا او بهدية او بكذا، طول الوقت طول الوقت بعمل معاه كده. فبالنسبة له هو شايف ان دي طريقة، ومش متقبل طريقة تانية، وصعب يتقبلها بسهولة. فاحنا الموضوع هياخد وقت، بس هنشتغل على يعني هنشتغل على ده شوية شوية. ف... فممكن في مرة كده اللي هو ايه، هديله حاجة من طريقتي القديمة، ومرة تانية مثلا هوريله الموضوع بشكل مختلف، ومرة تالتة هسأله انت بتحب اعمل لك ايه، او انت اتبسطت مثلا اكتر مرة لما هديتك حاجة او لما عملت لك حاجة، او بتتبسط لما اعمل لك ايه. وفي اختبار من الاختبارات بتاعت لغات الحب، فممكن تبقي تعمليه في لغات الحب للاطفال. ف... فلما تعمليه كمان تقدري تعرفي، احنا في 5 لغات من الحب يعني لو محدش عارف. فكل واحد بيعبر بلغة معينة. انا مثلا بالنسبة لي من لغة حبي الكلام الحلو، يعني بحب اسمع مثلا كلام حلو، بحب الهدايا مثلا، بحب تالت حاجة عندي مثلا الافعال، ان انا اعمل لحد حاجة او كده، وهكذا. فالفكرة ان هما في خمس حاجات. هو بقى في كذا طريقة، فانتي ممكن تجربي له الطرق التانية، هو ممكن يكون اتعود على الطريقة دي لان اكتر طريقة بتستخدمها له. بس انتي ما جربتلوش الطرق التانية، فانتي ممكن تعرضي عليه برضو الطرق التانية، وبعد كده تسأليه مثلا السؤال ده او تعملي معاه الاختبار وتعرفي ايه الطريقة اللي ممكن تساعده. وتديله الحاجة بحذر. يعني انا مثلا ايه، هكافئك بحاجة مادية، بس ايه، مش طول الوقت، مرة كده كل اسبوع، مرة كل 3 ايام، وهكذا، شوية بشوية. وهقول له حاجات تانية، هقول له مثلا ان انا بحبه وهحضنه، يعني هوريله ده بشكل او باخر عشان ما يحسش ان انا سحبت منه ده عشان انا مش حباه. فاهمة الفكرة؟ لا، انا موجودة جنبك، وشوية شوية انتي بتسحبي منه الجرعة دي لغاية ما يتعود على طرق تانية. العفو يا نسوم. يا ندى، ربنا يخليك يا رب. تسلميلي والله. شكرا على الدعوة الحلوة، ولكن بالمثل وزيادة يا رب. طيب، شكرا قوي ان انتوا كنتوا موجودين. انا مش كل الناس ظاهرة عندي، يعني في ناس ظاهرة انها بتحضر اللايف بس مش كله بيكتب، فشكرا لكل الناس اللي كتبت، يعني مش حابة انسى حد. فشكرا ليكم بجد كلكم ان انتوا كنتوا موجودين، عارفة الميعاد صعب وبدري. اتمنى ولو بقدر بسيط اكون دعمتكم بشكل او باخر.
وان شاء الله اللايف اللي جاي بقى ربنا ييسر ان شاء الله يكون عن ازاي نخطط للاجازه. فازاي كده برضه هيكون تفاعلي زي كده، فان شاء الله نبقى مع بعض ونشوف ازاي نخطط للاجازه. فلو عايزين تبقوا تكتبوا اي اسئله تخص الاجازه والاولاد وكده اكتبوها في البوست اللي انا حطيته امبارح، علشان يعني احطه في اعتباري وانا بحضر ان شاء الله اللايف. اشوفكم على خير، وان شاء الله امتحانات باقل ضغوط ممكنه باذن الله، وربنا يا رب يوفقهم وييسر لهم امرهم. عليكم بالدعاء والاستعانه والنوايا، علشان النيه هي اللي هتحركنا. ونفتكر دايما احنا بنعمل ده ليه؟ لينا فعلا، قصدي لاولادنا ولا لينا؟ عشان احيانا بنبقى بنعمل الحاجه في صوره انها لاولادنا، بس هي لينا احنا عشان نحس بقيمه معينه او نحس بحاجه معينه. فمهم قوي نبقى بنفصل بين ده لما نكتب افكارنا ان شاء الله. أشوفكم على خير، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.